انت عمرك سألت نفسك ليه ربنا خلق فينا شعور جوانا كده بيكسرنا؟ هو الحزن جاي يعاقبنا ولا جاي ينقذنا من نفسنا؟ دي جغرافيا النفس، واحنا النهارده في مدينة الحزن. بس ما تخافش وما تهربش، لان الحزن مش بس بيكسرنا، ده بيرجعك كأنك لسه مولود. اللايك والشير وليك مني الكلام الحلو، ويلا نكمل. اول ما بتدخل المدينة دي بتحس ان الوقت هناك ماشي على مهله، إن الدنيا كلها بتتنفس بهدوء، ولا في ضحك عالي ولا في دوشة، بس في هدوء يخليك تسمع نفسك بوضوح. الناس هناك ماشية ببطء، بس كل واحد شايل وجعه في عينيه ومش محتاج يتكلم. وده أول درسك في المدينة دي، إن الحزن مش دايما دموع، الحزن سكون بيقولك اهدى شوية واسمع نفسك. هو مش عدوك، هو إحساس جواك جاي يقولك في حاجة محتاجة تتصلح. لما بنحزن دماغنا بتبدأ تشتغل بشكل تاني، بتفتح الملفات اللي كنا قافلينها وبتحاول تفهم أنا موجوع ليه وليه دلوقتي. التفكير بيهدى وتبدأ تحس كل حاجة بصدق. كلمة صغيرة ممكن توجعك، وأغنية قديمة تفكرك. الحزن بيخليك قريب من نفسك، تسمعها وتفهمها. بعد كل مرة انت بتحزن فيها بترجع انسان اصدق من الاول، حتى لو لسه الوجع ده موجود. الحزن بيخليك تسكت، بس جوه السكوت ده بيحصل حاجات كتير. بتبدأ تسأل نفسك أنا ليه موجوع؟ يمكن علشان اديت أكتر من اللازم، أو كنت بضحك وأنا مش مبسوط، أو نسيت أسمع نفسي. الحزن هنا مش عقوبة، ده مراية بتوريك نفسك من غير فلتر، بتخليك تشوف الحقيقة حتى لو الحقيقة دي وجعتك. وبعد شوية بتكتشف إنك ما كنتش محتاج تهرب، أنت كنت محتاج تفهم. أغلبنا أول ما بيحزن بيهرب، نحاول نضحك بالعافية أو نلهي نفسنا أو نقول تمام، بس الحقيقة الوجع ما بيروحش بالإنكار، هو بيستخبى جوه. علشان الحزن ما بيعرفش الأبواب المقفولة، هو بيخش من أول شق في الروح. علشان كده ما تهربش، اقعد معاه، افهمه واسمعه. وبعد كل مرة انت بتحزن فيها بصدق بتخرج منها اهدى، وبترجع اقرب للانسان اللي انت فعلا عليه. فاكر اليوم ده كأنه امبارح، كنا في الشتاء وكان رمضان، قاعدين بنفطر على الفطار والكهرباء قطعت والمطر مغرق الدنيا في الشارع، وكأنه بيقول لي انتظر او انا جاي اغسل الحزن اللي جاي. فجأة الباب خبط، خالتي دخلت علينا وهي عمالة تعيط ومنهارة. الكل وقف ومحدش نطق، وقالت الجملة اللي مازال صداها لحد دلوقتي بيتردد في وداني: خالك عمل حادثة وصاحبه اللي كان معاه مات. الكلام نزل عليا زي الصعق، وساعتها الحزن ما خيمش على بيتنا بس، ولكن خيم على البلد كلها. سيبنا الأكل وطلعنا نجري في المطر والبرد ما كناش حاسين بيه. وصلنا الجامعة لقينا عياط وصريخ ووشوش مصدومة مش مصدقة اللي حصل. اليوم ده كان صعب جدا، مش بس علشان اللي حصل، لكن علشان أول مرة نحس إن الفقد مش بعيد. أول مرة نحس إن الحزن مش كلمة، دي حاجة بتدخل جواك وتفضل هناك لحد بعد 20 سنة. ولسه بعد السنين دي كل ما المطر ينزل برجع لنفس اليوم تاني. يمكن ده معنى الحزن الحقيقي، هو ما بيمشيش لكن بيتغير شكله، بيهدى، بس بيفضل سايب علامة جواك وبيعلمك إن الحياة مش دايما حلوة، بس ساعات بيخلينا أهدى وأحن وأقرب لبعض. لأن بعد كل مطر في دايما نسمة هادية دافية كده جاية تقولك لسه في أمل. يمكن دي الجغرافيا الحقيقية للنفس، الطرق اللي بنمشيها جوه روحنا، واللي مهما كانت تقيلة بتوصلنا دايما للنور. انتظروني الحلقة الجاية وهنتكلم فيها عن الغضب.